السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير يا رب. رمضان مبارك علينا جميعا يا رب وعلى الأمة الإسلامية كلها. تحليلات رمضان بقى الجميلة مفيش غنى عنها، لا فطار ولا سحور. بنحتاجها، حتى فاتح شهية بتبقى شكلها كمان جميل جدا على السفرة. ما بنستغناش عنها وبنجيبها من بره، وبتبقى يعني مش هقول بقى إنها غالية، تبقى سعرها برضو عالي. أنا لو عملتها في البيت هيكون أقل بكتير جدا من بره، بالشكل الجميل التحفة اللي انتوا شايفينه دوت. وكمان مش هحط لها ولا نقطة مية وانا بخللها. ازاي؟ هنشوف مع بعض ان شاء الله. عندي هنا ليمون كان اخضر واصفر، بحطه في مية واسلقه. انا شقيته بس 4/4 كده، بس ما فصلتهوش، يعني مجرد الشق اللي انتوا شايفينه دوت. وبحطه على النار علشان يغلي، وكل شوية اشيل الريم من عليه. هنا بسيبه في المية حوالي 10 دقايق، 5 دقايق والمية شغالة عليه. وبعدين بقفل عليه واسيبه في المية السخنة كده يكمل سواه، عشان انا مش عاوزاه يستوي قوي، عشان يستوي بنفس سوا الخضار اللي انا هحطه. عندي بقى هخلي ايه اللي انت عايزاه. الجزر جميل دلوقتي جدا اهوت، بنقطعه زي ما انت عايزة بأي طريقة، سواء بالسكينة دي المشرشرة بتاعة المخللات، او بالسكينة العادية. بس اهم حاجة ان احنا بس ما نخلوش رفيع اوي، نخلي فيه سمك شوية علشان ياخد الخضار كله سمك واحد، وان هو يتخلل مع بعض بنفس الطريقة او بنفس القدر. ما يتهريش معانا، هو ان شاء الله مش هيتهري، واقول لكم هنعمل فيه ايه عشان ما يتهريش. عندنا لفت الجميل دوت، شايفينه ما شاء الله زي الفل اهو. حتى هو حجمه صغير حجمه كبير، من جوه حلو جدا. وبنقطعه برضو تقريبا سمك برضو تخين شوية زي ما بنقطع كده الجزر. في ناس بتقول احنا المخلل بيرايم مننا، هقولك ازاي ما يرايمش منك. ازاي ان انتي اما تيجي تعمليه تحتفظي بيه فترة طويلة جدا، بدون ما يعني لاخر قطعة فيه ولا اخر حاجة فيه، هيكون كويس جدا وما يجرلوش اي حاجة ان شاء الله. طبعا عروق اللفت ديت او الاجزاء اللي فيه دي انا بحبها فبسيبها، وفي كمان عروق انا سبتها وحطيتها في المخلل علشان انا بحبها، كلها الياف وحلوة جدا للجهاز العصبي. عندنا بقى شطة حامية شطة باردة. اللي مش عاوز يحط شطة حامية ما يحطش، بس بصراحة روح المخلل في الشطة الحامية. حتى لو 2 ولا حاجة ده هلبينه على الفلفل الأخضر دوت. حتى لو 2 ولا 3 من اللي هو الحراق، بيدي طعم ونكهة جميلة جدا جدا للمخلل، لا غنى عنه فيها. أنا حتى مش هحط شطة معاه أخلله، لا ده مجرد الحبة دول وهقطعهم وخلاص. هنا الليمون انا صفيت ميته، عشان الميه بتبقى مره مش هستخدمها تاني في المخلل، ولكن انا بحطها على جنب. ودي بقى تغسلي بيها طيور، تحطيها في صابون المواعين، سائل المواعين، تغسلي بيها بوتاجاز، تغسلي بيها رخامه، اي حاجه بتخليها زي الفل. هنا حطيتها لسه الشطه اللي كنا عاملينها مع بعض وقلبتها شويه ولسه البوتاجاز شغال. وعندي بقى حمص مسلوق نص سلقه. الحمص ده يا جماعه مش بيخلي المخلل يريم خالص، ودايما بنلاقيه في المخلات اللي بره، وبنفتكر ان هم بيحطوه يعني كحلاوه او كجزء معاه، لكن لا هو برضو مش بيخلي المخلل يريم خالص. عندي الجزر حطيته برضو، خلي بالكم انا مهديه النار خالص، يعني هم على البوتاجاز بس مهديه. عندي دوت ما شاء الله القرنبيط البلدي اللي فيه النقطة السمراء اللي شفتوها دي. بقطعها برضو قطع كده صغيرة متناسبة مع المخللات، وبرضو هفضل أقلب مع بعض كده على البوتاجاز على نار هادية خالص. بسيبهم حوالي 5 دقايق وبعدين برفعهم من على البوتاجاز زي ما شفتوهم كده. وبعدين باحط بقى اللفت، احط الشطة، انا عندي زيتون مخللاه اصلا، بس هو لسه ما كملش سواه قوي، او حتى لو كمل سواه عادي بحطه عليه. الخيار يا جماعة مش هيتهري ولا يجراله اي حاجة خالص، هضيفه برضو. وعندي الملح الخشن الجميل اللي انا بحبه للمخللات، هحط 3 معالق 4 معالق حسب الكمية اللي عندي. انا ما كنتش مالية المعلقة قوي فحطيت 4 معالق او 5 معالق تقريبا. وبعدين هجيب معلقة كبيرة سكر او معلقة ونص سكر، وده سبب القرمشة او سر القرمشه بتاعه المخللات، وبيحتفظ باللون بتاعها، ما بيخليهاش تغير او ان هي لونها يغمق ولا حاجه. هقلب بقى كله في بعضه كده زي ما انتم شايفين بالمنظر دوت، يعني ان هو كل الملح وكل السكر يتخلل الخضار كله. اللي بيقول القرنبيط بيغير طعم المخلل، القرنبيط بيتهري، ريحته بتغير المخلل. حاجة من الاتنين، يا تسلقيه نص سلقة قبل ما تخلليه، يا اما تاخديه تشويحة كده مع الخضار زي ما انا عملت، وهتلاقيه زي الفل ولا هيجرى اي حاجة خالص. شايفين بقى هرسة الشطة الجميلة اللي كنا عاملينها مع بعض؟ هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. هنا كان عندي كام راس لفت صغننه قوي كده، فرحت حطها برضو على المخلل صحيحة زي ما هي، مش هيجرى اي حاجة خالص. سبته 3 ساعات.
بعد 3 ساعات وانزل سوائل هندي في الصينيه اللي انا حطيت فيها، هيظهر في الاخر اللي هو ده الحبه اللي انا حطيتهم دول، ومش هحط اي ميه تاني. انا هقفل عليهم زي ما هما كده، وهسيبهم يوم كامل، 24 ساعه، 48 ساعه. ما تحطيش عليه ميه خالص، لان هو كده كده هينزل كل الميه اللي فيه. الميه دي يا جماعه ما تحطش ولا نقطه ميه، لا بفلتر ولا ميه مغليه او متبرده ولا اي حاجه. هو نزل كل الميه بتاعته وهيستوي فيها، وهتدوقي اطعم مخلل في العالم. انت نفسك مش هتتخيلي ريحته وطعمه عامل ازاي. نسيت اقول لكم ان احنا بنحط نقطتين زيت علشان يخلي المخلل له ريحه جميله جدا. انا نفسي كنتوا تشوفوا البرطمان دوت وانا بفتحه بعد 5 ايام تقريبا على اول رمضان. كل عام وانتم بخير. كان نفسي تشموا الريحه معايا الجميله، المخلل الرائع دوت. ارجو ان انتوا تجربوا الوصفه دي عشان ان شاء الله تعجبكم، وبيفضل محتفظ بقوامه، بيحفظ بقرمشته، بلونه لحد الاخر خالص طالما ما حطينالوش ميه. اشوفكم دايما على خير يا رب، وكل عام وانتم بالف خير.